العاصمة الإيفوارية أبيجان، حيث يشارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي مولاي رشيد في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي. التفاصيل. بروح بناءة ومقاربة إيجابية تشارك المملكة المغربية في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي للاتحاد الأوروبي بأبيجان، القمة التي يحضرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يباشر تعاونه وشراكته مع الدول الإفريقية سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف أو على صعيد أي شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا وتجمع دول الساحل والصحراء وفي محافل إفريقية ودولية أخرى. مشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي هو التزام استراتيجي من طرف المملكة المغربية لدعم الدول الإفريقية من خلال العمل الدؤوب لصالح استقرار وتنمية القارة الإفريقية. فهي رؤية تستند إلى مقاربة شاملة ومندمجة تروم تعزيز السلم والأمن بإفريقيا والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية لشعوب القارة الإفريقية. فالدورة الخامسة لقمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي تعد لحظة حاسمة في مستقبل العلاقات بين الطرفين، باعتبارها ستمكن صناع القرار بالقارتين ومن ضمنهم رؤساء دول وحكومات من صياغة جديدة لمعايير هذا الإطار القانوني الذي بلغ اليوم سنته العاشرة. ولأن دور الشباب يبدو أمرا رئيسيا، فقد اختارت قمة أبيجان شعارا لها الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام. وقد أبرزت المملكة المغربية في غير ما مر الدور الرئيسي بل والحاسم الذي يمكن للشباب أن يطلعوا به في أي مشروع للتنمية الاقتصادية. وقد سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الخطاب الذي وجهه جلالته إلى القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يوليوز المنصرم بأديس أبابا أن شدد على أن مستقبل القارة يمر بالضرورة عبر شبابها. واستهلت الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لقمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي بالكلمة الترحيبية لفخامة رئيس جمهورية الكوت ديفوار السيد الحسن وتارا، وأشار إلى أن الكوت ديفوار تتطلع بفضل ما حققته من إنجازات إلى آفاق جديدة وواعدة وشراكات رابحة، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا المسار التنموي. أولى التحديات المطروحة على هذه القمة هي تلك المرتبطة بقضايا الشباب الإفريقي، فأكثر من 60% من هذه الفئة لديها أقل من 25 سنة، مما يشكل مصدر قوة قد يتحول إلى إشكال إذا لم نوفر لهم التكوين وفرص الشغل ونستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم المشروعة. رئيس المجلس الأوروبي السيد دونالد توسك من جانبه دعا إلى العمل بشكل جماعي لتحقيق كافة الغايات، وركز على موضوعي السلم والأمن باعتبارهما يهددان كل عملية إقلاع على المستويين الإفريقي والأوروبي، الشيء الذي يستدعي حسب رئيس المجلس الأوروبي تقوية التعاون السياسي والأمني ومعالجة ظاهرة الهجرة باعتبارها مسؤولية مشتركة. بعد ذلك أخذ الكلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي مهامات، الذي استهل تدخله بالتحول البارز الذي عرفته منظمة الاتحاد الإفريقي، والمتمثل أساسا بعودة المملكة المغربية إلى موقعها الطبيعي، والذي أدى إلى استعادة الوحدة داخل هذه المنظمة الإفريقية. منذ آخر قمة إفريقية أوروبية ببروكسل عرف الاتحاد الإفريقي العديد من التغيرات في إطار دينامية هدفها إعادة هيكلته تفعيلا لقرارات مسيريه ليصبح أداة فاعلة لتحقيق التنمية المنشودة بالقارة السمراء، وبالتالي الاستجابة لآمال شعوبنا دون إغفال العودة السعيدة للمملكة المغربية إلى أسرتها الإفريقية والممثلة اليوم بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتكون بذلك إفريقيا قد استعادت اليوم وحدتها
لتستعيد بذلك أيضا الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي توازنها وقوتها في وضع مزدوج واستثنائي بين القارتين. وفي دعوته لضرورة الاستثمار في الشعوب والبنية التحتية والحكامة والبيئة، أشار رئيس المفوضية الأوروبية السيد جون كلود يونكر أن الوضع سيتحسن وسيغطي التفاوت الحاد الحاصل حاليا مع القارة الأوروبية، وطالب في هذا المجال إلى تفعيل صندوق الاستثمار الخارجي. جئنا اليوم هنا من أجل إضفاء دينامية جديدة على شراكتنا التي يجب أن تصبح متوازنة وعادلة. هذا يتطلب تعبئة الموارد المالية الضرورية، فكما تدخلنا في أوروبا عبر إطلاق صناديق استراتيجية للاستثمار، بادرنا بإنشاء مخطط استثمار خاص بإفريقيا عبر تعبئة 44 مليار يورو في أفق 2020. وفي إشادة من طرف الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتيريس للانتباه إلى الدور الفاعل للشباب في التنمية، دعا إلى جعل هذه الفئة في قلب كل مخطط تنموي، فهو عنصر أساسي للمحافظة على الكيان الإفريقي وحمايته من كل الآفات التي تغيب السلم والأمن سواء في إفريقيا أو أوروبا. فالتنمية المستدامة، يقول الأمين العام الأممي، في صلب اهتمامات منظمة الأمم المتحدة التي تعمل جاهدا لتكريس هذا المسار في كل مخططاتها والمتعلقة على الخصوص بتنظيم الهجرة ومحاربة التطرف ودعم السلام بالعالم. أما رئيس برلمان عموم إفريقيا السيد روجين كودو دونغ فاعتبر أن الاتحادين الأوروبي والإفريقي لا يتوفران على برلمان مشترك، ودعا إلى ضرورة إحداث حوار سياسي برلماني إفريقي أوروبي وإحداث شراكة قصد مراقبة متزايدة للالتزامات بين الطرفين وتحديد الأولويات بشكل ممنهج. واقترح رئيس البرلمان الأوروبي السيد أنطونيو تاجاني النظر إلى الشباب الإفريقي بنظرة إفريقية وليس أوروبية، من خلال رسم معالم معاناة هذه الفئة وتحديد مخططات تنموية للنهوض بها. كما اقترح رئيس البرلمان الأوروبي على أنظار القمة الإفريقية الأوروبية في دورتها الخامسة أولا أن يكون هناك مخطط بإفريقيا يرتكز على التنمية ودعم الشباب، وثانيا اجتماع هذه الهيئة الإفريقية الأوروبية كل عامين بدل 3 سنوات لدعم الجهود من أجل مستقبل مستدام. وتدخل بعد ذلك ممثل الشباب بالقارتين الإفريقية والأوروبية، حيث سجل عبر تدخلين 2 طموح الشباب الإفريقي للنهوض بأوضاعهم وصدور توصيات فاعلة ترفع من الطموحات وتحفز فئة الشباب من خلال نتائج ملموسة للمساهمة في تنمية أوضاع بلدانهم. وبعد دقيقة صمت ترحما على ضحايا الانفجار الإرهابي بسيناء وضحايا العالم، أخذ الكلمة رئيس جمهورية غينيا رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي توجه بالشكر الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إننا نرحب ونقدر حضوركم لهذه القمة والذي ينم عن التزامكم تجاه القارة الإفريقية وإيمانكم بكرامة ووحدة إفريقيا، وهذا ما عهدناه في شخصكم كلما استحضرنا الدور الذي لعبه المغرب منذ عهد الملك محمد الخامس من خلال حركات التحرير الإفريقية وفي إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. وبعد الجلسة الافتتاحية أخذت صورة تذكارية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورؤساء قادة وحكومات القارتين الإفريقية والأوروبية. ونشير أنه إضافة إلى موضوع الشباب ستنكب قمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي أيضا على عدد من المواضيع التي لا تقل أهمية، ومنها السلم والأمن والحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والهجرة والتنقل والاستثمارات والتجارة وتطوير الكفاءات وإحداث فرص الشغل. وعلى هامش مشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي بأبيجان، استقبل جلالته رئيس جمهورية أنغولا فخامة السيد جواو لورينسو. حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي مستشار جلالة الملك السيد فؤاد علي الهمة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة،
وعن الجانب الأنغولي وزير الشؤون الخارجية السيد مانويل دومينغوس أوغوستو، والوزير مدير ديوان الرئيس الأنغولي السيد إيديل تروديس كوستا. كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأبيجان اليوم رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش مشاركة جلالته في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي بأبيجان. كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد جاكوب زوما.